ازيكم يا اصدقاء عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده ان شاء الله على السكن هنا، غالي ولا رخيص هنا في روسيا عامة. بص، عامة السكن هنا في اماكن طبعا غالية وفي اماكن رخيصة، وكل واحد على حسب امكانياته. يعني مثلا ما تجيش في سنتر المدينة في موسكو مثلا تقول لي انا هروح اسكن هناك، ما هو طبعا السكن هيكون غالي عشان انت قاعد في مكان، انت قاعد في العاصمة، انت كده كده الايجار هيكون بتاعك غالي. في ناس كتير بتبقى جاية سياحة طبعا. نتكلم عن السياحة الأول، بيجي طبعا بينزل في أوتيل، يعني مش فارق معاه، كده كده جاي سياحة يقضي الشهر بتاعه، يقضي أسبوع منه أسبوعين 3 أسابيع ويتكل على الله يمشي. بالنسبة للناس اللي هتيجي وعايزة تستقر وتقعد في البلد، طبعا بيشوف هوستل. هوستل طبعا بيبقى عبارة مثلا أوضة كبيرة فيها 8 سراير 10 سراير، وبتدفع مثلا مبلغ، يعني هنقول بالدولار هتدفع لك حوالي $200 في الشهر لو هتسكن في هوستل مثلا. تمام. طب لو هتسكن مثلا في سكن جماعي مع جماعة أصحابك وكده مثلا، أو جماعة يكونوا مثلا عرب أو مصريين عندهم سكن، وتروح تسكن معاهم، بيكون في شقة فيها 3 أوض أو أوضتين، كل أوضة مثلا حاطين فيها برضو 8 سراير أو 6 سراير، وبتدفع لك برضو هي نفس القيمة، بتدفع لك برضو حوالي هما $200 برضو. تمام. طيب بالنسبة انت لو انت عايز تعيش لوحدك مثلا، انت ممكن تقول لنا ايه، طب انا عايز اعيش لوحدي مثلا اخد استوديو. طيب لو خدت استوديو هنقول في موسكو في العاصمة ذات نفسها، استوديو مثلا هيبقى أوضة وحمام ومطبخ، هتدفع لك $500 في الشهر. تمام. طبعا انا مثلا لو انت اتطرفت مثلا بعدت عن موسكو مثلا ب30 40 50 كيلو، كل ما تبعد كل ما الإيجار هيكون أرخص. هتاخد لك استوديو برضه، هو نفس الاستوديو اللي هناك، ونضيف والفرش بتاعه نضيف وكل حاجة برضه، أوضة وصالة، أوضة وحمام ومطبخ، هتدفع لك $300. تمام. وجميع الخدمات متوفرة من مية وكهرباء وغاز ودفايات ومية سخنة، ودفاية شغالة في البيت 24 ساعة، جو دافي جدا. تمام. يوم ما هتدفع مية وغاز وكهرباء ومية سخنة وتدفئة، تدفع لك حوالي 2000 روبل، يعني حوالي 1000 مصري كده، 1200 مصري في الحدود دي. رخيص طبعا. بس وكده. لكن الناس بقى اللي عايزة تشتري والقصص دي حاجة تانية، مثلا عايز تشتري برضه استوديو هنا، تكون متطرف برضه عن موسكو سكة 40 50 كيلو، استوديو صالة وحمام ومطبخ، نعمل له 2 مليون مصري. طبعا لو هيزيدوا أوضة كمان مثلا غرفة كمان يبقوا 3 مصري، هيبقوا 4 غرف، هيبقوا 4 مليون مصري. تمام. بس يا أصدقائي، هي دي بالنسبة للسكن والأسعار هنا وكده. إن شاء الله نعمل الفيديو الجاي حاجة جديدة، يا رب تنال إعجابكم إن شاء الله. تحياتي لكم.